حكايتنا بتبدأ مع شاب اسمه جاي يو، وبنشوفه وهو واقف بيصور قصر قديم معروف عنه إنه سكنه الأشباح. وبيدخل القصر علشان يقابل الشخص المسؤول عن إدارته. وأول ما بيدخل بيظهر إن في ولد صغير واقف وراه، لكن بمجرد ما بيلف جاي يو بيختفي الولد. وبيوصل مدير القصر، واللي بيحكي لجاي يو إن زمان كان عايش في القصر ده أطفال أيتام. وفي يوم حصل حريق في القصر وهرب كل اللي شغالين فيه، وسابوا الأطفال يواجهوا الموت لوحدهم لغاية ما بيتحرق القصر بالكامل وبيموت كل الأطفال. ومن وقتها وبدأت الناس تتكلم عن ظهور أشباح وحاجات غريبة بتحصل في المكان، زي اللي حصل للكاتب اللي جه وأجر الأوضة رقم 504 في القصر. ومن بعدها بدأ يشوف أطفال عنده في الأوضة ويسمع صوتهم هما بيلعبوا في الدور اللي تحته، رغم إن الأوضة اللي تحته كانت فاضية. ولما بيراجع الكاميرات مع المدير مش بيلاقي أي حد في القصر، فبيقرر إنه ينزل بنفسه للشقة اللي بيسمع منها الصوت ويشوف مين اللي هناك. ولما بيوصل للأوضة بيفضل ينادي على الأطفال، بس محدش بيرد عليه. وهو بيلاقي الجزم بتاعتهم مكتوب عليها أساميهم. وبيفضل الكاتب ينادي عليهم وهو متعصب، ولما محدش بيرد عليه بياخد كل الجزم الموجودة وبيرميهم في الزبالة. وبالليل بيصحى الكاتب من النوم على صوت الأطفال، وبيلاقي إن الكهرباء مقطوعة. وهو بيحاول يمشي ورا مصدر الصوت لغاية ما بيلاقي قدامه كيسة الجزم اللي لسه راميها من شوية. وبيترعب الكاتب وقتها، وبيسمع صوت شخص بيخبط على باب أوضته. ولما بيبص علشان يشوف مين اللي بيخبط بيلاقي 3 أطفال واقفين لظهرهم. وفجأة بيظهر قدامه طفل شكله مشوه ومتغطي بالدم. فبيترعب الكاتب وبيقع على الأرض، وبيلاقي إن كل الجزم اللي كانت في الكيسة في حد رماهم في كل حتة. ولما بيحاول يقوم من على الأرض بيلاقي أطفال كتير محروقين ومتعلقين في السقف. وبيقرر جيو إنه يروح ويحاول يعرف مكان الكاتب. وبيعرف إن اسمه ليه يونغ، وإنه اختفى من سنتين بعد ما نشر كتابه الأخير. ولما بيروح جيو وبيقول لمدير القصر اللي عرفه بيتجاهل المدير كلامه، وبيسأل جيو عن حياته. وبنعرف إن جيو في الأصل رسام، وإنه جه القصر علشان يرسم القصص اللي بتحصل فيه وينشرها في المجلة اللي بيشتغل فيها. وبيحكي المدير إن سكن القصر في الدور التاسع واحدة اسمها جي هو، وكانت بتشتغل في صيدلية. وكانت حاجزة الأوضة في القصر ده علشان تقابل فيها شخص متجوز. وفي يوم بيروح لها الشخص ده وبيقول لها إن مراته عرفت بعلاقتهم، وبيطلب منها إنه يقعد عندها يومين لغاية ما يحل المشكلة مع مراته. وبيطلب منها إنها ما تعرفش حد إنه موجود عندها. وبالليل بتصحى من النوم على صوت موسيقى، وبتشوف خيال شخص في الحمام. وبتخاف جي هو وبتتجه ناحية الحمام، بس لما بتفتح الباب مش بتلاقي حد، وبتلاقي الموسيقى شغالة لوحدها. وتاني يوم بتروح للصيدلية وبيروح لها 2 من المحققين، وبيسألوها عن مكان جي مون، لأنه قتل مراته وبنته وهرب. وبتصدم جي هو، وبتروح بسرعة على البيت وبتلاقي جي مون بيستحمى. وبتقوله إنهم لازم يهربوا بسرعة، وإنها عرفت باللي عمله والشرطة بتدور عليه دلوقتي. فبيقول لها إن أهم حاجة ما تقولش لحد إنه بيستحمى. وبيفضل يكرر الجملة دي كتير، وأثناء كلامهم بيخبط الباب. ولما بتفتح جي هو بتتصدم لما بتلاقي جي مون، وبتقوله إن في حد في الحمام بيتكلم معاها على إنه هو. فبياخد جي مون الشاكوش وبيتجه ناحية الحمام. وقبل ما يفتح الباب بنلاقي إن المكان كله اتحول لدم. وبيبص لها جي مون بنظرة مرعبة، وبيقول لها وانا مش قلتلك ما تقوليش لحد اني بستحمى. وبيقتلها بعدها. وفي الوقت الحالي بيعرف جيون ان السمسار اللي كان بيأجر الشقق لسكان القصر عايش وما ماتش. وبيروح له جيو وبيسأله عن الفترة اللي اشتغل فيها في القصر، وبيكون واضح ان السمسار مش في حالته الطبيعية. وبنرجع فلاش باك، وبنشوف ان السمسار كان ساكن في الأوضة رقم 708، وبيبقى قاعد بيتعشى مع الدمية واللي كان مرتبط بيها وبيلبسها أنسيال هدية. بس في يوم بتختفي الدمية دي من البيت، وبيسمع السمسار صوت خارج من البانيو، وبيلاقي ايد بتخرج منه وأنسيال الدمية وقع على الأرض. فبيترعب السمسار وقتها، وبتبدأ الدمية إنها تتحرك. فبيجري السمسار وبيستخبى في أوضة الملابس، لكن بتظهر الدمية من وراه وبيكون واضح إنها اتحولت لشخص حقيقي وبتهجم عليه. وبنرجع للوقت الحالي وبنلاقي إن السمسار إيديه الاتنين مقطوعين. فبيترعب جيو وبيسيبه وبيمشي، وبيحول القصص اللي حصلت في القصر لرسومات. وبيروح بعدها لدار النشر اللي هتنشر رسوماته وبتعجبهم جدا، لكن بيطلب منه الشخص المسؤول إن الصور تكون أكتر لأنها قصيرة. فبيضطر جيو إنه يرجع لمدير القصر مرة تانية، وبيسأله لو في قصص تانية حصلت في القصر. وبيقول المدير على طالب اسمه تايوان كان مستهتر وفاشل في دراسته. فبيقرر إنه يروح ويعيش في القصر مع صاحبه جاي سيوك. ولما بيوصل بيلاقي إن وش صاحبه كله حبوب شكلها غريب، وبيلاقي كمان إن جاي سيوك قاعد بياكل بس الأكل متعفن.
وبيبقى مش مهتم بحالة الأكل وكأنه طبيعي، وبيدور تايوان على أي حاجة ياكلها، بس بيكون العفن منتشر في كل حاجة في البيت. وبيقرر إنه يروح للصيدلية ويجيب مطهر للعفن، وفعلا بينظف تايوان كل البيت لغاية ما بيشيل أي عفن موجود. ولما بيوصل سيوك على البيت بيتعصب لما بيلاقي تايوان نظف البيت، وبيبدأ يقوله كلام مش مفهوم زي وديت أهلي فين. فبيخاف منه تايوان وبيقرر إنه يمشي، لكن فجأة بيلاقي إن البيت اللي لسه منضفه بقى كله عفن من تاني، وكمان جسم السيوك بيتغطى بالعفن بالكامل، وبتخرج إيد من الحيطة وبتسحبه جواها. وبيسأل جيو المدير إذا كان القصر فعلا مسكون ولا دي خرافات، فبيديله المدير مفتاح الأوضة وبيقوله اكتشف بنفسك. وفعلا بيتحرك جيو وبيركب الأسانسير، وبيركب معاه شخص مريب وبيكون بيبتسم بطريقة تخوف. فبيخرج جيو من الأسانسير أول ما الباب بيفتح، لكن بيلاقي إن الشخص اللي كان معاه في الأسانسير جاي عليه جري من آخر الطرقة وبيطارده وهو بيضحك بطريقة مرعبة، لغاية ما بيقدر جيو إنه يدخل شقته. وبيلاقي ورق غريب متعلق في الأوضة، وبيلاقي كمان شريط كاسيت وقع على الأرض، ولما بيشغله بنعرف إنه من المدير. وهو بيقوله إنه دلوقتي بس يقدر يقوله عن الحقيقة، وبيحكيله إنه ما كانش مدير القصر ولا حاجة. وبنرجع فلاش باك وبنشوف المدير واللي كان اسمه كياك وهو راكب العربية مع السواق، وهو نفس الشخص اللي ظهر لجيو في الأسانسير، وكانوا رايحين سوا للقصر علشان يسرقوا الأوضة رقم 1504، ودي نفس الأوضة اللي فيها جيو دلوقتي. ولما بيطلعوا لهناك بيلاقوا طلاسم متعلقة، وبيشوف السواق شعر خارج من الدولاب، وبعدها بيختفي. ولما بيفتحوا الدولاب بيلاقوا جثة متحللة ومربوطة بسلاسل، وبيلاقوا مفتاح الخزنة مربوط في الجثة. وفعلا بيفتحوا الخزنة وبيلاقوا جواها فلوس كتير، وبيبدأ كياك إنه يعبي كل الفلوس في الشنطة اللي معاه، بس بيختفي فجأة وبيترعب صاحبه وبيجري بسرعة، وبياخد شنطة الفلوس معاه علشان يهرب، بس بيلاقي الجثة بتتحرك قدامه، وبيترعب السواق أكتر وبيقدر بصعوبة إنه يهرب من القصر، بس مش بيبقى معاه مفتاح العربية. وفجأة بيظهر كياك فبيطلب منه صاحبه مفتاح العربية، لكن كياك بيقوله إنه شافها في الدولاب. ولما بيسأله عن اللي شافه بيتحول كياك للجثة وبيهجم على السواق وبيقتله. وبنروح لجيو واللي بيتفتح الدولاب وبتظهر الجثة من وراه، فبيترعب جيو وبيقع جوه الدولاب وبيتقفل عليه، وبيفضل جيو يصرخ على أمل إن حد يساعده. وبيظهر فجأة كياك وبيقول لجيو إنه مبسوط بالوقت اللي قضاه معاه. وبنشوف في آخر الفيلم إن صاحبة جيو رايحة تدور عليه في القصر بعد ما اختفى، وفعلا بتلاقيه هناك، بس بيبقى كلامه وتصرفاته غريبة وكأنه أول مرة يشوفها. وبينتهي الفيلم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنسوش تكتبولي في الكومنتات عايزيني ألخص فيلم ايه اللي جاي.